السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب ثانوية عامة، يا رب تكونوا بخير. هنكمل السلسلة اللي بدأناها، وهي ازاي تراجع المواد وكتب المراجعات والمدرسين والتفاصيل دي يعني. النهاردة هنتكلم عن الكيمياء. الكيمياء يا حبيب قلبي حرفيا أكتر مادة أنت ممكن تضمن فيها أفكار، تضمن فيها درجات في الامتحان بتاعك. طب ازاي؟ هقولك ازاي، بس هننبه على حاجة الأول. حضرتك لو كنت تخدم مع مدرس اكس من المدرسين طول السنة، ما تجيش يا حبيب قلبي تبدل المدرس ده في المراجعات. ليه؟ انا مثلا كنت اخد مع مستر خالد صقر، كان في تسكيمه للباب الثاني بيقول لك تيتيت كلوريد بروميد يوديد فوسفات. طب دقيقه واحده، لو في طالب كان معاه ياخد مع مثلا مستر عبد الجواد، وجاي يبص على النيمونيك دي، هل هيفهم؟ مستحيل. طب لو انا كنت باخد مع مستر خالد، لو جيت سمعت حاجه الشعوذات بتاعت مستر عبد الجواد، هل هكون فاهمين؟ لا طبعا. فاهم حاجه تثبت المدرس بتاعك. تمام. انا وقعت في الغلطه دي. كان عندي مشكله في المسائل في الباب الثاني، فكان في مدرس منزل حرفيا فيديو معدل 11 ساعه. حرفيا انا قلت ستوب كده المراجعه، مسكت في الفيديو ده. حرفيا خد معي اكتر من يوم ولا يوم ونص. تمام. هل في الاخر استفدت منه؟ لا. لا. مدرس بيشرح بطريقه طلبه بس فاهمين. فنصيحتي ان المدرس اللي انت بتاخدم معاه هو اللي تكملي معاه المراجعه بتاعتك. انا عملت ايه ودي اكبر غلطه ويا ريت تتعلم مني. مستر خالد ماشي بجدول اكيد وراجل اللهم بارك عليه، فانا جيت قلت ممكن مستر خالد يتاخر، وقعد لا افكار الشيطانيه دي اللي بتجي لك في نص الليل. يتاخر انا الحق احل لوحدي وبتاع. سايب مستر خالد، اشتركت مع مدرس اكس المراجعه بتاعته. ضيعت فوق الاسبوع، كان لسه مستر خالد ما بداش. مشتت. مستر اكس ده شغال بكتاب الفلاني، مستر خالد شغال بكتابه مثلا والتفوق. كل حرفيا انا جيت ببص لقيت نفسي كلمة مشتت قليلي. ضيعت لي اسبوع. ده الاسبوع ده عادل شهر في الايام العادية. فانت لازم تكمل مع المدرس بتاعك. تمام. هنقسم الكيمياء زي ما انتم عارفين عضوية وعامة. انت دلوقتي زي ما قلنا في الحديث انه العضوية يعتبر خلاص، انت جت بعد الحديث، جت بعد العامة، فممكن تكون ما عطاش حقه. وانا مش يعني حاسس انه مفيش حد عمل كده، ممكن انت تكون قصرت فيه جزئية اللي هو المشتقات. تعمل ايه؟ حضرتك قبل ما تدخل على المراجعة بتاعتك حاول تلم العضوية على قد ما تقدر. لو في جزئية واقفة معاك ما ينفعش تدخل مراجعة من غير ما تسمع الفيديو الأساسي بتاعي. هتقول ده أصل الفيديو ساعتين تلاتة أربعة بتاع. هقول لك ساعتين تلاتة أربعة ولا تندم بعدين يوم الامتحان لما تلاقي السؤال وما تعرفش تحله. تمام. آه العضوية عايزة حفظ وتطبيق. حفظ وتطبيق بجانب الفهم. انت لو مش فاهم السؤال عايز ايه منك مش هتعرف تطبق. انت لازم تكون حافظ هتقول لي ده احنا نظام جديد. يا عم انت عارف وانا عارف انهم بيضحكوا علينا بالكلمة دي، نظام جديد ايه يا صاحبي؟ انت لو مش حافظ مش هتعرف تطبق من الاخر كده. تمام. العضوية لازم تكون ملم بكل الافكار او اغلب الافكار. تمام. العضوية والله حاجة جميلة خالص، وغير كده بإذن الله لما توصل الكليات، دخلت علوم بشري صيدلة أي كلية هتلاقي العضوية مخدمة في هندسة برضو ما ياخدوا عضوية. مش عارف بياخدوا كيمياء بس مش عارف فيها جزئية عضوية ولا لأ. زراعة أي كلية فيها عضوية ما عدا الكليات طبعا أدبية وكده. تمام. فالعضوية لا غنى عنها. انت وقعت منك في ثانوي حرفيا هتندم بعدين في الكلية. ندخل بقى على العام. العامة زي ما انتم عارفين 4 أبواب. تمام. الباب الأول يا صاحبي تعمل فيه ايه؟
او كمجمل الابواب حرفيا بيركز على اواخر الفصول، اواخر الابواب. فانت يا حبيب قلبي تعمل ايه؟ تمسك كراسة المفاهيم، ودي المادة الوحيدة اللي انا بقول لك فيها كده. كراسة المفاهيم تعرف ايه الحاجات المذكورة فيه بحيث توفر على نفسك وقت. مثلا مذكور استخدامات العناصر بس مش كله، فانت تبقى عارف هتركز على ايه، وعارف انت لما تيجي تمسك كراسة المفاهيم ده هتبص على ايه. انت ما تكونش ماشي كده مع الماشيين وزي ما تيجي تيجي، لا. حتى لو بيركز على اواخر الفصول لازم يكون رابطها مثلا حاجة زي الاستخدامات. فانت تشوف الحاجات اللي انت مذكورة في كتاب المفاهيم، حاول تطبعه، تعدي عليه من دلوقتي، تحفظ ترتيب، تحفظ الشكل بتاعه، تحفظ المعلومة المذكورة ازاي فيه، تعرف كل حاجة. الفصل بتاع الباب بتاع الكهربية عايز فهم، عايز فهم وتطبيق اكتر، فهم وتطبيق. اما الباب التاني يا حبيب قلبي لازم تكون ملم بكل الافكار بتاعت المسائل. حرفيا الباب التاني يعتبر هيسألك في المسائل والالوان، او لا اتشال سؤال الالوان من ايام دفعتنا كمان. تمام. تدخل بقى على التطبيق تجيب امتحان كامل. انت خلاص كده عرفت تراجع كل فصل ازاي. التطبيق انا كنت بحل من كتاب مستر خيسار، وبحل من كتاب التفوق. تمام. اما بالنسبة للامتحانات الشاملة فللأسف ما أسعفنيش الوقت في إن أحل أسئلة كتاب التفوق امتحانات شاملة. حليت الاسترشادي بس، الاسترشادي وبجنب السنين السابقة والاسترشاد والأسئلة اللي كان نزلها مستر خالد. تمام. هل ده كافي؟ كفو وزيادة كمان. انت تمسك الامتحان بتاعك تروح عامل تايمر. اول حاجة تبص على السؤال، تبقى السؤال ده في انهي باب، ما يسألني في انهي معلومة، تبقى عارف السؤال، ما تدخلش ترزع كده وخلاص. لو انت مش عارف ايه المطلوب من السؤال مش هتعرف تحل حتى لو عندك معلومة. تمام. من دلوقتي عود نفسك على الحل السريع في الفيزياء والكيمياء، حاول تعود نفسك على الحل السريع. الحل السريع يا جماعة. دلوقتي انت حليت امتحان، هل تروح تسمع فيديو الحل؟ لا، فيش وقت، فيش وقت خالص. حضرتك كفاية انك تسمع فيديو الشرح، تبص على السؤال اللي واقف معاك. لا اما تروح تبص لو النموذج الاجابة جايب لك مثلا، انا كنت بعمل ايه، مستر خالد كان بيحل على باوربوينت، كنت اجي افتح الباور واجيب على السؤال اللي هو واقف معاي واشوف حله الخطوات ازاي، او اروح اسمع الجزئية دي بس في الفيديو. الدقيقة الواحدة هتفرق معاك، الدقيقة الواحدة هتفرق معاك في حل سؤال تاني، تحل مادة تاني. تمام. زي ما قلت لك، كراسة المفاهيم في الكيمياء مهم، كراسة المفاهيم في الكيمياء مهمة، هتوفر عليك وقت رهيب. اتمنى ان اكون ما نسيتش اي حاجة في الفيديو اني اذكرها، وحاول لو استفدت انك تشير الفيديو الدال على الخير كفاعله. بس كده، والسلام عليكم.